وقد روى الكليني حول الآيات السابقة خبرا آخر عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ يتحدث عن لحظة الموت. هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. المؤمن يجزع في البداية، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. ملك الموت أشفق من الوالد عندما يأخذ روح المؤمن. افتح عينيك فانظر. قال: ويمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. تفسير من الإمام. ارجعي إلى ربك راضية بالولاية. تفسير من الإمام. مرضية بالثواب. فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته. صلى على محمد وآل محمد. وادخلي جنتي، فما شيء أحب إليه من استلال. راح يصير ألذ شيء له، أحب شيء له، استلال روحه واللحوق بالمنادي حينما يجد ويرى هؤلاء.